مفيش حاجة اسمها تبطيل يا هانيا، دي كانت كلمة في مسلسل أنا مش فاكر اسمه عشان ما اتفرجتش عليه، بس كانوا بيتكلموا على المخدرات ان مفيش حاجة اسمها تبطيل. ده معناها ايه؟ بص، الفيديو ده مهم جدا لكل الناس اللي عندها شراهة لأكل الحلويات، لكل الناس اللي عندها مقاومة انسولين. انت دايما معرض للإحساس دوت. دي مش حاجة سهلة، مش حاجة سهلة ان انت تتغلب عليه تماما ونهائي. بس خليني اقول لك شوية تريكات كده، انا اعتقد ان هي دي ممكن اللي تبقى عاملة لك كده. اول حاجة ان انت في الفري بتاخد سكريات. طول ما انت بتاخد سكريات في الفري حتى لو بسيطة، فالاحساس ده عمره ما هينتهي اطلاقا. من وجهة نظري ومن خبرتي على مدار 7 سنين شغال، ومن قرايات كتير جدا في ازاي تتغلب على نقطة ادمانية زي السكريات، فهي الفكرة الاساسية بتاعت انك ازاي تتجاوزها، انك تنساها، تنسى طعمها، ما تشوفهاش كتير، انك تقعد وقت طويل وليكن شهر ونص ما بتاخدش خالص سكريات حتى في الفري. صعبة ورخمة ودي متعة الحياة وكل جميل يا عم. انا بص يا جماعة، انا حتى زي ما بقول لكم ايه، ان خلينا نفرق ما بين انا كمحمد وكدكتور محمد. يعني كمحمد انا ببقى مقدر جدا صعوبة الحاجة، لما حد يجي يقول لي اصل انا كنت شغال طول اليوم وبتاع فمش عارفه ايه وهبطت وبتاع، انا مش مقدر. بس كدكتور محمد انا بقول لك الحاجه اللي ممكن توصلك لحته مختلفه في حياتك. فلو دي الماده الادمانيه بتاعتك، ما ينفعش تشوفها، ما ينفعش تشمها، ما ينفعش تدوقها. فطول ما انت جواها، هي انت عمرك ما هتعرف تتغلب عليها. فيبقى الحل ايه؟ انك تبعد عنها نهائي فتره طويله جدا. صحيا ينفع تاخدها اجزاء كنترولد كده، تاخد منها اجزاء كل فتره، ينفع حتى لو عندك مقاومه انسولين، حتى لو عندك سكر، جميل. المشكله ان انت بقى اللي عارف نفسك، حددها انت. هل انت ضعيف قدام الماده الادمانيه بتاعتك ولا لا؟ انا مدمن قهوه مثلا، انا بحب القهوه جدا، خلاص، مش بعرف اتجاوزها، وبحب ريحتها وبحب شكلها وبحب اشربها، وحرفيا كل الناس اللي في حياتي عارفين ان اي دونت كير حتى بان القهوه دي معموله حلوه ولا وحشه. يعني لو انا رايح قهوه بلدي ومعموله سيئه جدا، فقشطه انا هاخدها واحبها وهشربها. فلو انا في يوم هبقى عاوز ما اشربش قهوه، هيكون الحل الاساسي بالنسبه لي ان انا ما اشوفهاش، ان انا ما بتبقاش موجوده خالص. انما لو هي موجوده انا هشرب قهوه، هبقى عاوز اشرب قهوه. فكل واحد بيحدد علاقته بالماده الادمانيه ومدى تغلبه عليها دي من تجربته اللي قبل كده. انت عرفت انك لما خدت حته شوكه جاتوه ما عرفتش توقف، خلاص ما تروحش تعملها، هي مش تعرف، خلاص بقى خلصنا من الموضوع ده. انا بقول المثال ده دايما، ان ربنا يعني قال لنا مثال كده على سيدنا يوسف، ان هو عارف يتحكم في رغبته. دي كانت بيج ستوري في الاديان قصه كبيره في الاديان، وتشز ان هي كانت حاجه صعبه. يعني هي اتحكت ليه؟ لانها حاجه صعبه، انك تقف قدام حاجه مغريه ليك، دي مش حاجه سهله. يعني ده بتتقال لنا كقصه ناخد منها عبره، فهي مش سهله. فانا عارف ان هي مش سهله. فمبدئيا لو انت عندك شراهه للحلويات، حاول ما تبقاش حواليك في المحيط اللي حواليك، وخليك مؤمن ان اللي انت بتعمله دلوقتي افضل، وده هيوصلك لحاجه احسن قدام. دي حته بتظبط مع الوقت. وكلم نفسك يا جماعه، كلم نفسك، قول لا انا كده احسن وبتاع، انا جامد ومش عارف ايه. حتى لو انت شايف ان ده نوع من انواع الهبل يعني، بس هو حقيقي بينفع وبيرفلكت على مخك بصوره ايجابيه قوي. فالتوفيق ليكم كلكم عشان انتوا ابطال. انا عارف ان هي الموضوع صعب، فانتوا ابطال.